سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتوصفوه انتم بانه اسعد الخلق والمرسلين، صح؟ بشو اسعد الخلق والمرسلين؟ يعني هذا قمة الإيجابية وقمة السعادة. هو أسعد الخلق والمرسلين بوعيه بالله. هذا النبي عرج وأسرى وشاف حقيقة هذه الحياة. نحن اليوم عم نتعرف على الإله وأنفسنا وروحنا ونفسنا وجسدنا وعقلنا بوعي شبيه للوعي اللي أسعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لما بتكون قادر تكون عندك هاي الوعي كله بنفسك والوعي كله بالكون والوعي كله بالذات الإلهية، أنت هاي قمة السعادة. بيحكون كثير عن السعادة والإيجابية، وآخر شيء خبير إيطالي بيقول لي كل طعموا الناس شوكولاتة بصيروا سعيدين، وطعموا الناس وأنتم بتعملوا بالتلفزيون هاي البرامج وبنعمل هاي، صح؟ بثقافتنا سيد الخلق والمرسلين أسعد خلق الله توصفوا لسيدنا محمد هو سعيد باختيار الله له، سعيد بوعيه في الله. وهذه دعوة منك، وأنت مفروض بقول لك تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، تشبه بسعادته بوعيه بالله تعالى، تشبه بأنه أنت تعرف هذا الرسول كيف كان سعيد بهذا. قديش إجا بعده ناس حاولوا يقلدوا وطوائف وأديان آخر شيء تحت الطاولة بيلعبوا. they cannot باسم أشياء كثيرة بيعملوا. السعادة الغامضة، السعادة الباطنية، السعادة الممجوجة، السعادة الواهمة، السعادة على مجموعة من الناس بيخوفوهم بشيء ثاني أكبر، بيهددوهم بشيء ثاني أكثر. لا، السعادة لكل البشر. هاي رسالة إنسانية، السعادة والخلود رسالة إنسانية، والموت رسالة إنسانية، والطمأنينة رسالة إنسانية، والشجاعة رسالة إنسانية، والتفرد والتميز رسالة إنسانية. كثير إجوا بعده حاولوا أنه أنا النبي وأنا الرسول وفلان وهذا كذاب وهذا نصاب وهذا. كم واحد مر من محمد لليوم؟ آلاف الأشخاص. فإياك من التفكير الإيجابي الذي يؤدي إلى نتيجة سلبية. فبلش بتغيير تفكيرك وتغيير إرادتك للوصول لبرمج نفسك بالأشياء الإيجابية الحقيقية اللي بتخلي حياتك إيجابية، اللي بتخليك إنسان سعيد. تطرح السعادة في قلوب الآخرين، مش تعمل مكائد وغرائز وأنت اللي من حقك مش من حق الآخرين. لا، اللي من حقك من حق كل إنسان. وابدأ بقياس نفسك على كل إنسان بتعامله، أن تقيس نفسك في مكانه. اللي بيتعامل مع الناس أنه هو أميز عنهم لأنهم أغبياء، أعلم أنه الغبي. اعلم أنهم الغبي. اللي يميز حاله عن الناس أنه هو بيعرف ما لا يعرفه الآخرين، هذا الشخص فاشل ومتقوقع وستمر الحياة فوقه أكيد. لا، أنا بعرف، بتبادر معك المعرفة. أنا ذكي وأنت ذكي، نتبادل الذكاءات وبنعيش هذا الذكاء بمصلحة مشتركة، وبنبني مصلحة مشتركة، وبنعمل حياة مشتركة. أنا مش بعرف اللي أنت بتعرفوش، مش أنا عندي سر الكون، يعني أنا مش عندي سر جبريل ولا سر سليمان ولا سر يعقوب ولا سر إسرائيل. لا لا، أنا مثلك، ذكائي قدر ذكائك، بجوز أفوق عنك بذكاء أنا اكتسبتها بممارستي لحياتي معينة. وأنا أدعوك أن تكون بذكائي يا عمي، أنا أدعوك أن تكون بذكاء أحسن واحد. الآن دعوتك أن تكون بذكاء وبقدرة محمد شخصيا. في أحسن من هيك دعوة؟ دعوتك أن تكون بقدرة سليمان لما قلت لك تخيل واعرف شو قدرة الموضوع. في أكثر من ذلك؟ دعوتك أن تكون برشدة موسى وقدرته أنه هو حرك الأرض وغير خريطة البشر كلها عبر آلاف السنين. في أكثر من ذلك؟ ليش أنا محترم عقلك؟ ليش أنا محترم وجودك؟ ليش أنا محترم أنه بحب لك تكون مثل أحسن حدا بالتاريخ وبالدنيا، بالتاريخ وبالدنيا وفي المستقبل. أنت قادر تكون هذا الشخص. مش ضروري أنا أعمل مثل ما عمل فلان، أعمل مثل ما عمل أرسطو ولا عمل صلاح الدين ولا عمل خالد. لا لا لا، قم بدورك على قدرك. وكل هذه الأمور هي في نفسك وهي في ذاتك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.